شويه مكرونه باللحمه المفرومه والمشروم مع البصل والثوم والفلفل، ما فيهاش غلطه. دلوقتي يا جماعه الساعه 2:30، ضربت معايا بقى ايه مكرونه باللحمه المفرومه. بصوا يا جماعه الحلاوه، بصوا مع ايه كوبايه التلج اهي. انزل بسم الله بسم الله بسم الله، يا لهوي على الحلاوه. طيب اول حاجه هسلق المكرونه بتاعتي في ميه مغليه تكون مالحه. يعني ايه مالحه؟ يعني فيها ملح كتير. اهم حاجه بس لما نيجي نسلق المكرونه ان احنا نتابعها في التقليب. انا مش عارفه جايه على بالي اكل ليه الصغيره المرمريه دي. الكميه طبعا زي ما انتوا عايزين، بس تقريبا كل كيس مكرونه عايز ربع كيلو لحمه مفرومه يعني. مرمريه ما لقيتهاش غير في الجنب ده. وبعدين جبت طاسه اتاكدت انها لازم تكون سخنه قوي قوي قوي. هديها سبراي كده زبده بس تطلع دخان كده. هنزل بقى اللحمه المفرومه بتاعتي. حاولوا تكون اللحمه المفرومه حمراء قد ما تقدروا، ويا ريت ان انتوا دايما اما تجيبوا لحمه مفرومه تخلوا الجزار يعملها لكم ويفرمها لكم وانتوا واقفين عشان بتبقى اضمن، يعني ميكونش اي حاجه معاها. طيب ننزل اللحمه المفرومه. شايفين بوزعها ازاي عشان تاخد درجه حراره الطاسه كده. بنحاول قد ما نقدر انها ما تنزلش ميه. بعدين هديها رشه من الفلفل الاسود. حاولوا تكون النار عاليه جدا، انا بس هنا النار بتاعتي مايعه قوي. انتوا حاولوا طبعا النار تبقى عاليه قوي قوي عشان تاخد نار حلو. بجد النار جايبه لي شلل. النار العاليه غير. المكرونه اهي بتتسلق دلوقتي خلاص. اهي اللحمه بدات تنشف، استناها بس ايه تاخد لون لذيذ. دلوقتي بقى عندي بصلايه مفرومه او توم وفلفل حامي احمر واخضر مفروم. هنزل عليهم باللحمه كده. هنزل على اللحمه بيهم نقلبهم مع بعض. هنزل بمشروم غامق، لو انتوا عايزين فاتح حطوا، لو مش عايزين ده اختياري، هو اصلا مش بيتحط لها مشروم. غير المشروم برضو هتبقى خطيره. هملح فلفل تاني. ممكن تحطوا مرقه اختياري، مش عايزين براحتكم، بس انا هحط صراحه. حطيت المرقه وقطعه من الزبده واقلب بقى كله مع بعض. لحمه مع المشروم مع البصل والثوم والفلفل الحامي الاحمر والاخضر والملح والفلفل الاسود. عايزين ترش رشه من زيت الزيتون برضو هتديكم نكهه عاليه قوي. لو بس تشموا ريحه يا جماعه، الميكس ده يعني عامل ريحه مش طبيعيه. حاجه كده يعني خطر خطر خطر. انا مش هحط الطماطم غير في الاخر خالص، بعد ما احس انها اتشوحت مظبوطه قوي بروح بقى نازله بالطماطم او بالصلصه. بصوا بقى لما تشوفوا ده كده في الطاسه بتاعتكم او في الحله، يبقى دلوقتي الطماطم جاهزه انها تنزل عشان بقى تعملي ديجليزنج وتلم بقى البهريز اللي في الطاسه دي كلها. فهو دلوقتي بقى الطماطم، انا حطيت صلصه صراحه يعني، بس لو انتوا عندكم طماطم حطوا طماطم، لو طماطم لونها احمر يعني. بصوا بقى الطماطم هتنزل تلملي كل اللي في الطاسه ده. اقلب كويس. اجرام اجرام اجرام. مش فاهمين يا جماعه الاجرام ده. ننزل المكرونه بقى. يا جماعه شايفين الحلاوه ولا مش شايفين؟ شايفين الجمال ولا مش شايفين؟ السهره النهارده غير. نفسي بجد تشموا الريحه. الريحه مش طبيعيه. هي بالنسبه لي بس كانت عايزه صلصه تاني صراحه، بس انا مش عندي صلصه تاني فمكتفيه بيها كده وراضيه بيها كده. بس هي بجد مش طبيعيه. دقتها صراحه وجباره. يا قلبي على حلاوه. بقنا الحلو. بصوا يا جماعه بجد صوت مزيكا وطعم مش طبيعي وحاجه كده يعني. هتشموا الريحه. حبيبي بكره في مفاجأة كتير رح تظهر. شو؟ اشتغل. مش ممكن نرضى بهالشي.